Tonight, I would like to announce that South Africa will be hosting the 2026 WAFCON, which we all know that is a qualifying tournament for the 2027 Women FIFA World Cup to be held in Brazil. Shine South Africa. So Banyana, this belongs to us. Congratulations. السلام عليكم. أحيانا لا يولد الغموض من حدث كبير، بل من جملة صغيرة قيلت في وقت حساس وتركت بلا تفسير. في لحظات انتقلت الجملة من خبر عابر إلى حقيقة في أذهان الآلاف، مشاركة بعد مشاركة دون مصدر واضح ودون سؤال بسيط. المغرب انسحب من تنظيم كأس إفريقيا للسيدات، ولكن من قال ذلك؟ ولماذا الآن؟ الغريب أن الخبر لم يظهر قبل سنة ولا بعد البطولة، بل في توقيت دقيق حيث كل الأنظار موجهة نحو المغرب. فهل هو مجرد صدفة أم أن للتوقيت قصة أخرى؟ ثم دخل طرف جديد إلى المشهد، تصريحات من جنوب إفريقيا تقول: نحن جاهزون لتنظيم البطولة. لكن السؤال الذي لم يطرح: هل الجاهزية تعني القرار، أم أنها مجرد استعداد لفرصة لم تمنح بعد؟ البعض فهم التصريح كخبر رسمي، البعض الآخر اعتبره تأكيدا للانسحاب، لكن أحدا لم يتوقف ليسأل: هل الكاف أعلن شيئا؟ هل المغرب خرج ببلاغ؟ هل هناك وثيقة واحدة تؤكد ما يقال؟ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم صامتة، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم صامت، والصمت في نظر البعض كان دليلا. لكن هل الصمت دائما اعتراف، أم أحيانا يكون تجاهلا لما لا يستحق الرد؟ دعونا نعود خطوة إلى الوراء وننظر إلى الصورة كاملة. المغرب الذي نجح في تنظيم بطولات إفريقيا، المغرب الذي استثمر في البنية التحتية الرياضية، المغرب الذي جعل كرة القدم النسوية تحصد الاحترام القاري، فهل من المنطقي أن ينسحب فجأة وبدون أي توضيح؟ تمت العودة إلى بلاغات الكاف، تمت مراجعة المواقع الرسمية، تم التدقيق في كل كلمة منشورة، والنتيجة: لا قرار، لا إعلان، ولا تأكيد رسمي. حتى جنوب إفريقيا نفسها عادت لتوضح أن تصريحاتها فهمت خارج سياقها، وأن أي تغيير في التنظيم لا يتم إلا بقرار رسمي من الكاف. لكن هل وصل هذا التوضيح للجميع، أم أن الشائعة كانت أسرع؟ هكذا تصنع الحقيقة الزائفة: خبر بلا مصدر، عنوان مثير، مشاركة بلا تفكير، ثم يصبح النفي أضعف من الشائعة وتضيع الحقيقة وسط الضجيج. في عالم الرياضة النجاح لا يصفق له دائما، أحيانا يحارب، وحين تعجز عن إيقاف المسار تشكك فيه. الحقيقة المؤكدة إلى الآن: لا انسحاب رسمي للمغرب ولا قرار معلن من الكاف، كل ما يتم تداوله مجرد أخبار غير مؤكدة. لكن في عالم كرة القدم الإفريقية كل شيء ممكن، وكل صمت قد يسبق إعلانا. فهل سيخرج بيان رسمي، أم ستبقى الحقيقة رهينة للتأويل؟ إلى أن يكسر الصمت سيبقى السؤال قائما، ويبقى الغموض سيد المشهد. تابعونا، لأن ما يخفى أخطر مما يقال.